السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير يا رب. وحشتوني كتير، والنهاردة مع بعض في فيديو جديد. طبعا اتمنى من كل الناس اللي بتتابعني وبتلغي اشتراكها بسرعة كده. آه طبعا انا ما بفرضش على حد ان هو يشترك في القناة. ده فضلا وليس امرا. حابة تشتركي في قناتي، يبقى انتي شرفتيني ونورتيني في قناتي المتواضعة. في بيتي بسيط وعاجبني. طبعا انا عارفة ان انا مش بنشر كتير فيديوهات وبس. انا يعني بيبقى على حسب ظروفي ان انا انشر وكده. فاعذروني ان انا ما بنشرش كتير. المفروض اصلا من شروط فتح القناة ان نشر فيديوهات باستمرار، بس ده بيبقى غصب عني والله. فالحمد لله، ربنا يعيننا ويقوينا ونعرف ايه ان احنا ننزل كل يوم فيديو زي ما كنا بنعمل قبل كده. طبعا النهارده مع بعض في فيديو. طبعا الفيديو بتاع النهارده محشي. انا من هوايات اللي بيحبوا المحشي، بس طبعا مع ظروف الغلاء الفاحش اللي بيظهر على الامه المصريه كلها والامه العربيه كلها. الرز طبعا، بسم الله ما شاء الله، كيلو وصل ل20 جنيه عندنا. البتنجان الكيلو ونص ب10. الفلفل الكيلو وربع ب10. كل حاجة. الطماطم انا جايباها ال2 كيلو ب15 جنيه. انا معرفش بصراحة ايه الغلا ده، يعني انا مش عارفة. كل حاجة زادت، كل حاجة. يعني كل حاجة. مش لاقية حاجة لسه ما زادتش، بأمانة الله مش لاقية حاجة لسه ما زادتش. كل حاجة زادت، حتى ربطة الخضرة اللي انا مخرطة قدام حضراتكم ديت، الربطة بجنيه. يعني مع الغلاء بتاع الرز والطبيخ والحاجات دي كلها كده، مفيش رأفة بحد. بصراحة التجار مفيش رأفة بحد. طبعا انا يعني مش هلوم على التجار، لان هم غصب عنهم اكيد طبعا بيجيبوا الحاجة غالية، يعني عشان ان هم يبيعوها بالغلا ده. بس والله غصب عننا. مش عايزة اقول لكم، تمن الفلفل بقى عندنا ب25 جنيه. التمن ب25 جنيه. كل حاجة بصراحة. يعني انا كنت حابة ان انا انزل لكم فيديو مشتريات الخضار. انا نزلت ب200 جنيه بس كده عشان اجيب خضار. انا معرفتش اجيب فاكهه لاولادي. نزلت ب200 جنيه سوق، انا معرفتش اجيب فاكهه لاولادي. خضار بس كده ب200 جنيه. يعني عشان اجيب كيلوين بطاطس ولا كيلوين طماطم ولا كيلوين بتنجان. مش عايزه اقول لكم، انا راجعه بشنطتين في ايديا. والله العظيم ما جبت كيلوين فاكهه لاولادي. كيلو التفاح عامه ب25 جنيه، جبت كيلو واحد. وده كنت جايباه من بعد ما انا سوقت ده خارج ال200 جنيه. يعني خارج ال200 جنيه ده كده. حبيت بس ان انا اجيب حاجه كده حلوه لاولادي. فجبت كيلو فاكهه، كيلو تفاح. طبعا الرز ده واقفين بيه بالطوابير في الهايبر. وان الهايبر فارض كمان ان اللي يدخل مش هياخد اقل من 5 كيلو، او مش هياخد اكتر من 5 كيلو، عشان الناس كلها تاخد. يعني بيقف، يعني الناس واقفه كده الرز. شكاير الرز في الهايبر بيقول يا جماعه محدش ياخد ازيد من 5 كيلو. ازاي دي؟ انا مش مستوعباها لحد دلوقتي، انا مش مستوعباها. فجبت 5 اكياس من الرز ده. وطبعا في يعني في انواع. في نوع اللي هو الحبة المكسرة ده، وفي الحبة الرفيعة، وفي الحبة العريضة. انواع كتير. في بيبدأ من 14 ونص، 17 ونص، 20، في 19 ونص. يعني مش عايزة اقول لكم اسعار متفاوتة منها وبين بعضها. وكلها يعني مش عارفه اقول بصراحه، مش عارفه اقول ايه. طبعا الكيس ده كان حوالي 900 جرام. ما كانش كيلو. كان حوالي 900 جرام. وطبعا احنا عندنا التموين بقالنا فتره ما بيجيلناش رز على التموين. ففي ازمه رز عندنا، وازمه دقيق. ازمه رز وازمه دقيق. السكر بسم الله ما شاء الله طاح وشح في السما. يعني مش عارفه والله، مش لاقيه حاجه اقول انها ما زادتش. والله ما لاقيه حاجه اقول انها ما زادتش. كله زاد، كله زاد. ربنا يلطف بينا ويرخيها من عنده، عشان بجد الشعب تعبان. انا بنزل السوق والله بيصعب عليا الناس. بلاش يعني كيلو السردين. انا كنت مثلا كل ما انزل مثلا عندنا سوق اللي هو سوق الاربع ده.
بلاقي السردين مثلا الناس هجمة عليه بطريقة فظيعة يعني. فكنت مرة ممكن نفسي تهفني يعني ان انا اجيب ربع كيلو او نص كيلو او نص كيلو رنجة او الكلام ده. بصراحة انا رحت لقيت يعني نزلت السوق دوت اتصدمت، لقيت كيلو السردين وصل ل60 جنيه. 60 جنيه من 35 من سوقين ل60 جنيه السوق اللي فات ده. بصراحة حاجة فظيعة، حاجة فظيعة. انا بقول في غيري بيقدر يجيب وفي غيري ما بيقدرش يجيب، في ان انا اقدر اجيب كيلو لحمة غيري ما يقدرش يجيب ربعها، في انا اقدر اجيب فرخة غيري ما يقدرش يجيبها، في غيري بيقضيها فول وطعمية. حتى الفول والطعمية غالي عندنا، بقى عاملين عندنا يومين اضراب، قفلوا المحل يومين اتنين وتالت يوم فتحوه باعوا الطعمية بجنيه. ده حرام، ده افتراء وحرام. والله العظيم يا جماعة احنا عندنا في ناس تعبانة 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 مش لاقية رغيف العيش، مش لاقية الطعم، مش معاها تجيب الطعمية، مش معاها تجيب. اقول ايه؟ انا بروح عند الفراخجي او بروح عند المحل بتاع الفراخ، الاقي ناس بتطلب هياكل، رجول، مصارين. المصارين دي انا كنت اعرف ان المصارين دي بتتاخد للقطط، بتتاخد للكلاب. انا عرفت ان المصارين بتتاخد تتنضف وتتسلق. انتوا واخدين بالكم؟ والله العظيم انا عرفت ان المصارين بتتاخد ناس بتنضفها وبتسلقها وبتعملها وجبة لعيالها. في اللي بتعملها بطماطم، في اللي بتسلقها، وفي اللي كده. الرجول بتاخدها تطبخها، بتسلقها. ده موجود. يعني في كده، في ان احنا وصلنا لمرحلة ان احنا بناكل الحاجات اللي بتترمي. ده حرام يا جماعة. الناس لو معترض على كلامي حد يطلع ويقول لي نعمل ايه، حد يطلع كده ويقول لي احنا نعيش بقية حياتنا اللي جاية ازاي. ده لو احنا لسه بقينا حياة هنعيشها. جيلنا اللي طالع ده هياكل ايه؟ هياكل من الزبالة؟ مش هيلاقي زبالة اصلا ياكلها. انا عن نفسي واحدة من الناس، حباية الرز اللي هتتبقى مننا انا مش هرميها، مش هرميها. ما خلاص، ما فيش تاني، ما فيش يعني. حرام. الناس اللي بتطلع تعمل ريفيوهات وبتعمل مش عارف فلوجة وبتعمل مش عارف ايه. بصوا شوفوا، في ناس اقل مننا في المعيشة ومش عارفة تعيش، مش عارفة تعيش. يعني لو ربنا مقدرها مثلا بتشوفكوا وعندهم نت وبيشوفوكوا بجد والله، يعني هتلاقيهم بيتقطعوا من جواهم، بيتقطعوا من جواهم. طبعا انا كلامي بعيد عن الفيديو اللي انا عاملاه النهارده، بس بجد والله مش عايزه اقول لكم ان احنا جوانا كبت مش عارفين نعمل يعني، مش عارفين نعمل ايه. انا كل ما بنزل شغلي وبنزل السوق انا بشوف بجد والله حاجات قدامي انا بيصعب عليا اللي بقدر يعني. لو كل واحد فينا يقدر يساعد، او كل واحد فينا يقدر يعمل حاجة يساعد بيها الناس اللي بتلاقيها تعبانة في حياتها وتعبانة في المعيشة، يبقى كتر الف خيره. احنا داخلين على ايام مفترجة وسنة جديدة، يعني احنا مش عارفين اللي جاي ده هنعمل فيه ايه. احنا بصراحة مش عارفين. ربنا يلطف بينا ويرخيها من عنده، عشان في ناس كتير، ناس كتير تعبانة، ناس كتير مش لاقيه. انا قلت لكم قبل كده ان واحده جارتي بتحلف لي بتقول لي اللحمه ما بتخشش بيتها الا من العيد للعيد. في كده، في ناس كده، في ناس اصلا فعلا ما بتاكلش اللحمه دي الا من مواسم العيد للعيد، بتبقى جايلها كده زكا. اه في في ناس ما بتاكلش الفراخ ديت الا كل كام شهر، ومش بتاكل فرخة. احنا نروح نشتري فرخة كاملة؟ لا، في ناس ما بتجيبش فرخة كاملة. في ناس بتقف على البياع وتقول له اوزن لي ورك، اوزن لي صدر، اوزن لي الرجول اللي عندك. انا بقول لكم انا شفت ناس بتيجي تاخد المصارين، والله فكرتها بتاخدها للقطط والكلاب. اما لقيت الست بتقول لها والنبي لو توفر عندك تاني قوليلي. لقيتها اما سألتها بعد ما الست مشيت قالت لي ده بتاخدها تنضفها وتاكلها لعيالها، بتاخدها بتنضفها وبتسلقها ساعات او بتعملها بتخدع لها بطماطم وبتنضفها وتعملها لعيالها. ده ليه؟
ده عشان ان هي مش قادرة تجيب فرخة، او مش قادرة تجيب نص فرخة، او مش قادرة تجيب ورك، او مش قادرة تجيب صدر فرخة لعيالها. انتوا متخيلين ان في كده؟ احنا شعب غلبان وطيب، وكنا بنتمنى ان احنا نكون في احسن حال، بس احنا مش في احسن حال. بامانة وبامانة ربنا احنا مش في احسن حال. احنا اللي جاي اصعب، احنا اللي جاي اصعب. ويقولوا الدنيا هترخي والدنيا كيلو العلي اوصل عندنا ب25 جنيه. اللي مربي فرختين مش هيعرف يربيهم تاني. نعمل ايه في اللي جاي؟ الواحد مش عارف يعمل ايه. لو تقدروا تفيدونا وتقولولنا نعيش ازاي ونقضي حياتنا ازاي اللي جاية، فيدونا. ربنا يلطف بينا ويسترها علينا ويحفظ شعب مصر واقول ايه، ويرفع عنا البلاء والغلاء يا رب، لان احنا شعب تعبان وغلبان، شعب ما يستحقش كل اللي بيجراله. احنا كنا بنتمنى ان احنا نعيش في احسن وضع لما نختار الرئيس، بس احنا للاسف احنا مش في احسن حال. طبعا في ناس ممكن تطلع تنتقدني، وفي ناس تطلع ممكن تقولي ما ينفعش تقولي وما ينفعش تتكلمي. انا بتكلم وبقول من الكبت ومن اللي احنا فيه. احنا تعبانين، احنا بنمر بأسوأ وبأصعب ايام حياتنا. لو ربنا مقدرنا ان احنا بنقدر نشتغل وبنجيب جنيهين ما بيكفونيش. لو احنا عايشين في ملك، غيرنا عايش في ايجار وما بيقدرش يكفي حياته. الموت كتر والاكل كتر، ونرجع نقول ده من ايه؟ فكروا وارجعوا للي بيحصل. كل اللي انا اقدر اقوله، طبعا انا كنت هنا كنت ناقعه هدوم بيضة في كلور، فبصراحة استخسرت ان انا ارمي الكلور، فحبيت ان انا اغسل بيه الحمام زي ما انتوا شايفين كده. فكان عندي بقع صفرة كتير الحوض، الرقبة بتاعت الحوض والحوض من تحت، فغسلتهم بصراحة خليتهم فلة. كنت عاملة كلور خام بمسحوق ونضفت بيه السيراميك كله، والحمد لله زي ما انتوا شايفين كده كان في اصفرار كتير على السيراميك وعلى الحوض. طبعا خليتهم بسم الله ما شاء الله. طبعا انا عندي طقم الاستانلس بتاع الحوض ده، ما كانش عندي سترس او ما كانش عندي فلاش. وانا بصراحة لما بحط عليهم سترس او فلاش بيخليهم يبرقوا وبينوروا، بس طبعا عشان ده كلور فما ينفعش ان انا يعني ان انا اخاطر وان انا تنين ارش عليه اكتر من كده. فانما السيراميك والحاجات دي بتنضف مع الكلور بتنضف. طبعا انا نضفت كله بصراحة، خليت السيراميك بيبرق. وطبعا مسحت المطبخ ونضفته وعملته. طبعا انا ما كنتش عارفه ان انا اصور، لان انا ماسكه التليفون بايد وبغسل بايد. ما ينفعش ان انا احط ستاند في الحمام، مش هعرف ان انا اتحكم او مش هعرف ان انا اتحرك، لان الحمام بتاعي صغير جدا. تمام. طبعا انا كده قربت اوصل معاكم لنهايه الفيديو. اتمنى من كل الناس اللي بتتابعني وكل الناس اللي كانت مشتركه عندي وطلعت، انا بتمنى لكم حياه جديده وحياه افضل وراحه بال وسعاده. طبعا انا الحياه عندي مش هتقف بمشترك واحد او باتنين. ربنا هيكرمني والقناه هتكبر بيكم من غيركم ان شاء الله. اللي ربنا رايد له انه هيكون حاجه، اكيد ربنا كاتب له الاحسن وشايل له الاحسن. فاتمنى من كل الناس واتمنى من كل اللي بيتابعوني السنه اللي جايه دي تكون سنه جديده سعيده ومليانه فرح ومرح عليكم، وما يكونش فيها اي حد تعبان ولا زعلان، ومحدش ينقص منكم ولا من حضرتكم يا رب. واتمنى لكم الحال وصالح الاحوال والصلاح والفلاح يا رب. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.